من هو الذاكر لله كثيرا؟ متى الله يأمرنا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول الله جل وعلا في سورة الأحزاب عندما وصف المؤمنين والمسلمين: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، حتى قيل في نزول هذه الآية أن بعض الصحابيات قالت: أما يخصنا الله بآية، أي أن يدخلنا مع معاشر الرجال؟ فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا. لاحظ في الذكر ذكر صفة الكثرة لأنه لا يعذر أحد، لكن الصيام قد يشق عليك الصيام، الحج لا يجب عليك إلا مرة، القيام قد تقوم بركعة وما أكثر، لكن الذكر أنت غير معذور إن لم تكثر به، أن تكثره لأن مؤونته قليلة. وكلما ازداد الإنسان في تحريك شفتيه مع تواطؤ قلبه مع معرفة معنى الذكر الذي يذكره كلما ازداد رقيا. قال: والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات كانت الجائزة أعد الله لهم أجرا عظيما. لذا أحبابي، من هو الذاكر؟ قال بعض أهل العلم، قال ابن عباس: أولا نبدأ بقول ترجمان القرآن، يقول: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم الذين يذكرون الله أدبار الصلوات وغدوا وعشيا، وأذكار الصباح والمساء، وفي المضاجع، وإذا أرادوا النوم، وعندما يستيقظون من النوم، وكلما غدوا، وكلما راحوا من منزل إلى منزل ذكروا الله. باقي شيء يا أحبابي؟ ما بقي شيء. أي أنه يقول: حتى تكون ذاكرا لله، فمن يوم أن تفتح عينك وأنت في ذكر حتى تضع جنبك، وفي تغير الأحوال يزداد الذكر، عند الطعام يذكر، عند الفراغ يذكر، عند الخلاء يذكر. بل قال بعض أهل العلم: لماذا يقول الإنسان عند الخروج، وقد ذكر في السنن بعد أن يخرج من الخلاء، لأن فترة الخلاء توقف، ولذلك ورد النهي عن إطالة المكث في الخلاء وعلى النجاسة أو في دورها وأكنافها. وبعض الناس يطيل يغتسل في دورة المياه نصف ساعة، وهذا معناه حرمان نصف ساعة من ذكر الله. اغتسل في دقائق واخرج، لا تمكث طويلا. قال: لماذا ورد في السنن أن يقول الإنسان غفرانك، أي أستغفرك يا ربي عن انقطاع عن ذكرك وجوبا، لأني كنت في مكان لا يليق أن أذكرك فيه. إذن نبغى حياتنا كلها غفرانك غفرانك، لأننا نأتي في أماكن طيبة ولا نذكر الله، وتجتمع اجتماعات ونجلس مجالس وندخل في قصور الأفراح. صدقون بعضنا يجي في قصر الأفراح من الساعة 9 ويطلع 1:30، الله يجزاه خير، ما قال لا إله إلا الله ولا ذكر الله. عمر طويل يجلس في انتظار طبيب الأسنان 3 ساعات ولا ذكر الله. سبحان الله. وعند الإشارة تطفي وتولع 6 مرات وهو ينفخ ويزفر ويضرب يده على يد، والأمر واسع لن تنفتح هذا الطريق، ولكن حبيبنا هذا محرق أعصاب. سبح هلل. يقول لي أحدهم: والله يا شيخ كنت في الرياض، بيتي في غربه وعملي في الشمال الشرقي منه، وكنت أتأذى من طول المكث، فابتدأت بورد، ووردي أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 1000 مرة. في الحديث 100، لكن الورد يجوز 1000 مرة. يقول: والله إذا وقفت في المواقف وباقي شوي صرت في السيارة أنتظر أن يخلص الورد، واصل أول وأنزل بسرعة. الآن أفرح بطول الطريق لأني لا أريد أن أنزل من سيارتي دون استتمام هذا الورد. ويقول أيضا في العودة تأخذ مني ساعة. كنت أصطحب أصحاب الفضيلة العلماء، أركب معي ابن باز وابن عثيمين، مات والله يحفظ، قال: لا DVD ولا شريط CD، وأضع الشيخ يحدث علي، يشرح كتابا أو حديثا في ساعة كاملة، وأترحم عليه وأصلي على رسول الله وأستفيد العلم. فإذا بقي 5 دقائق انتظرت في الشارع حتى تنتهي وقد وصلت. استفدت من وقت الطويل الذي يقطع، كان بالهم والهواجيس والسرحان. صرت أذكر الرحمن وأزداد علما.